الألم والعذاب ده مؤشر إنك ماشي غلط، لازم تفوق. الألم اللي بيحصل في قلبك بعد ما حضرتك بتنتهي من علاقة، لدرجة إن في ناس بتقول أنا عايزة أنتحر لو أنا ما اتجوزتش الشخص ده، وهو كمان يخش في حالة اكتئاب شديدة قوي 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 عشان عايز البنت دي. ليه بيحصل الألم الشديد قوي 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 ده لدرجة إن في ناس تقول لك إيه ده، أنا لما أبويا وأمي ماتوا أنا ما اتألمتش الألم ده، اشمعنى مع الشخص دوت لما سابني انا بتألم الألم ده؟ الألم ده بيحصل ليه؟ الألم بيحصل نتيجة التعلق اللي حضرتك عملته مع الشخص ده. ليه؟ كل يوم بتكلمه، كل يوم بتبعت له على الواتساب، كل يوم بتشوفوا بعض، سواء انكم بتتقابلوا او بتشوفوا بعض على الكاميرا فيديو كول. بيفرز في اللحظة دي هرمونات في الجسم، الهرمونات دي هرمونات إدمانية. يعني ايه إدمانية؟ يعني الجسم بيعتاد ان هو ياخدها بشكل يومي، فلو في يوم هي ما كلمتكش او هو ما كلمش حضرتك، اليوم مش تمام، انا مش مبسوطه، انا مش سعيده. ليه؟ لان انت اتعودت انك تاخد منه الهرمون ده، بيضيف لك السعاده، بيضيف لك الونس، بيضيف لك حد انت بتتكلم معاه. فيوم اما الشخص ده يمشي من حياتك يحصل الالم ويحصل العذاب ويحصل الضيق والخنقه وكل التفاصيل اللي احنا طبعا عارفينها. في اللحظه دي بقى ربنا بيبص على قلبك، مين الكبير في قلبك ومين اللي مستحوذ على قلبك. كل ما كنت في العلاقة اللي انت فيها قلبك مرتبط بربنا رغم وجود الشخص ده في حياتك، الشخص لو مشي فربنا هو اللي مالي القلب. استحواذ الله على القلب هو أكبر من الشخص، فلو مشي من حياتك انت بتعرف تكمل حياتك عادي جدا جدا جدا. فركز بقى في أي علاقة حضرتك تخشها تجنبا للألم وتجنبا للمشاكل اللي حضرتك بتحصل. حتى لو يعني اتجوزته ما ينفعش انك تتعلق بالشخص اللي معاك او حضرتك تتعلقي بالشخص اللي معاكي. ليه؟ حتى لو حصل جواز هيحصل تعلق، هتبقوا متجوزين ومتعذبين، متجوزين ومخنوقين بسبب التعلق. اول لما كل واحد فيكم يركز على الله، ان انا بشحن من ربنا الامان، الاطمئنان، السند، كل حاجه من الحاجات الاحتياجات النفسيه اللي احنا بنحتاجها بشكل يومي في نفسيتنا، هترتاح قوي كمان. وخد بالك، الألم والعذاب ده مؤشر انك ماشي غلط، لازم تفوق، لازم تنتبه. لما تحس بضيق وخنقة رغم ان الشخص اللي معاك ما عملكش اي حاجة، اعرف انك متعلق، اعرف انك ماشي غلط. فزي ما اتفقنا، علاج الألم الشديد قوي اللي بيبقى جوه حضرتك ده انك توجه مشاعرك الرئيسية لله، وتحب الشخص مش تتعلق بيه، ما تشوفوش هو الأول والأخير في الحياة. لا، الحياة فيها احتمالات كتير وفيها اوبشنز كتيرة قوي قوي قوي، بس انت اللي منتش شايف نظرا لتعلقك بالشخص ده.